الاختلاط بين الجنسين في المناطق العامة محظور في أماكن كثيرة داخل السعودية، لكن بعضا من منظمي العروض الكوميدية بدأوا إقامة هذه العروض في أماكن سرية بعيدا عن أعين السلطات. مراسل BBC حضر عرضا بالقرب من مدينة جدة. عرض كوميدي منفرد قرب مدينة جدة السعودية. على الجهة المقابلة جمهور يضم رجالا ونساء على غير المعتاد في بلد يعاقب الجنسين إذا اختلطوا بغير محارمهم في الأماكن العامة. هذا الفنان أطلق العنان لنفسه كي يلقي النكات اللاذعة يدور بعضها عن المطوعين أو أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، والسبب أن هذا العرض يقام في مكان سري داخل المملكة، حيلة لجأ إليها منظم هذا النوع من العروض لجني الأرباح، إذ أن سعر التذكرة لدخول هذا العرض يصل إلى $70. عندما جئت إلى هنا في أول عرض لي قالوا: نعلم إنك كوميدي جيد، لكن هناك مناطق محظور عليك الاقتراب منها. وعندما سألت عنها قالوا: الجنس والمخدرات والسياسة الدولية إلى آخره. فقلت لهم: لم تتركوا لي شيئا. هذه الفقرة للممثل شوغر سامي من كندا تتحدث عن أول زيارة له للمملكة ومحاولته التعرف على المقبول وغير المقبول داخل المجتمع السعودي المحافظ. أندمج مع الجمهور خطوة بخطوة أو نكتة بنكتة. إذا تقبلوا واحدة أذهب للتالية وأتراجع فورا إذا رفضوها. إذن فمصطلح المقبول يختلف من مكان لآخر. لكن بعضا من الجمهور الذي تحدى وذهب لهذا العرض لم تكن آذانه مهيئة بعد لما اعتبروها تجاوزات. بعض النكات تجاوز الخط السعودي وهو ما كان قاسيا. نصحت أحد الممثلين أن يتخلى عن اللغة المبتذلة التي يستخدمها. وفي النهاية فرصة لالتقاط الصور التي ربما تذكر بأمسية انفتاح سرية.